انا كنت النهارده مش في المود تماما لحد اما الاوردر ده وصل لي، فعايزه اوريهولكوا ونشوف مع بعض انا جبت ايه. البيج اهي قبل اي حاجه عشان عارفه انتوا هتشتروا منها. اسمها جلامفي روزماتكس. تمام. على انستجرام وتيك توك هعمل لكم منشن. اول حاجه جات لي البودي سبلاش دي بالستروبري باوند كيك. حرفيا ريحتها كانت حلوه قوي يا جماعه، بجد هتعجبكم قوي 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 وسعرها خطير. اما بالنسبه لريحتي المفضله هي البيربري هير يا جماعه، كل ما بتخلص بشتريها، ودي اكتر بريفيوم بجد ريحتها حلوه قوي وثباتها قوي جدا وهتقعد معاكي طول اليوم وتحفه. تالت حاجه بقى وهي الليكويد بلاشر ده درجته وينكي. عايزه اقول لكم كمان ان هو مدعم بالهيدرونيك اسيد، ومش كده وبس، عايزه اقول لكم كمان ان هو مش بيضر البشره الحساسه، ودي حاجه كويسه. احلى ما فيه ان هو شكله طبيعي، فبجد لازم تجربوه هيعجبكم قوي. رابع حاجه جبتها وهي الليب جلوس الكوتي كوتي ده اسمه لايت بينك. عايزه اقول لكم كان خطير قوي، مدي اضاءه كده، ده شكله تحفه قوي على الشفايف وجميل جدا جدا. دي بقى اكتر حاجه عجبتني بجد من كل قلبي. دي بقى شيد نود اسمها بيتال. عايزه اقول لكم ان انا جبت لها كمان المحدد اللي هو الليب لاينر ده عشان اعمل شفايفي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد كان شكلها خطير. تفتكروا لحد هنا الفيديو خلص؟ لا طبعا، مسحت الليب جلوس وجبت لكم الليب بالم. عايزه اقول لكم يا جماعه كان تحفه بجد، حاجه كده خطيره بالفراوله. بجد يا جماعه ادخلوا وجربوا كل الحاجات دي هتعجبكم. اخر حاجه وهي مسك الفراوله، وده كان طبعا مش حابه ان انا اتكلم عن حلاوته. انتوا هتجربوا الحاجات دي بجد وهتشموا ريحتها هتعجبكم.